اول شغله رح نبدا بالعجينه. 2 كيلوغرام من الطحين متعدد الاستخدامات مع 3 ظروف من البيكنج باودر، كل ظرف تقريبا 18 جرام، ملعقة صغيرة من الملح. نخلط المكونات الجافة مع بعض وبنضيف 1.5 لتر من اللبن، أقل شوي أكتر شوي، أنتوا بتعيروهم حسب العجينة. المقدار نص كاسة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي نفس الشيء، أنا خالطهم نص بنص. رح أعمل اليوم 4 أنواع مختلفة بالنسبة لحشوات الفطاير. كيلو كامل من القريشة بدي أحط عليه مقدار نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الملح، نص كيلو كمان من القريشة بدي أحط لها مقدار ملعقتين كبار من التين المجفف، نص ملعقة صغيرة من القرفة، رشة صغيرة يعني، ملعقتين من الجوز، وملعقة صغيرة من الملح. السلق ملعقتين كبار من الملح، بس احمر البصلات معنا بننزل فوقن السلقات وبنحركن كتير منيح لحتى تنشف ميتن على الأخير، وبعدين بنضيف فوقن المقدوسات. أنا ضفت 4 حبات من المقدوس مع ملعقتين من زيت المقدوس، فوقن تقريبا ملعقتين من دبس الرمان. السلق يلي عملناه الفيديو الماضي بتلاقوا رابط الفيديو بصندوق الوصف. وهي العجينة هيك بعد ما قطعناها. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أجمل فطاير بالعالم. من يوم ورايح هاي العجينة هي عجينة الفطاير، خلص لا يمكن بقى أعمل فطاير من يوم ورايح غير بهي العجينة. ليك ما شاء الله ليك. هي أول فطيرة اللي هي السلق مع المقدوس، رهيبة. ليك العجينة، ليك العجينة بس هلا ليك. هي السلق طيبة جدا. هي اسمها القريشة الملوكية. واو، هي رقم 1، هي رقم 1. هي بالمرتبة الأولى، بعدين بيجي بعدها 10 مراتب، بعدين بنصنف الباقي. وبالنهاية جربهم وابعت لي رأيك وابعت لي الصور، لأنه أنا واثق إنه رح يطير عقلك. وبعد ما يطير عقلك بتجريبهم وترجع لعندي، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس وادعي رفقاتك لحتى يشوفوا هاي الوصفة الخطيرة جدا.